حفلة على البحر في أماكن السهر وممنوع فيها الرجالة، وفستانها أصفر حير البنات كلهم، وجوزها حطها في موقف محرج قدام صحابها. تورتاية غريبة عملت جدل على السوشيال ميديا ورقصوها وغنوا لها. لقطات من عيد ميلاد رانيا مرات الفنان ماجد المصري. يا ترى إيه كواليس الحفلة ومين اللي حضر الحفلة وإيه اللي عملته بنت جوزها ماجد معاها في اليوم ده؟ كل ده وأكتر هتسمعوه معايا في الفيديو ده، بس خليكم تابعين للآخر. رانيا مرات الفنان ماجد المصري عملت حفلة عيد ميلاد قلبت السوشيال ميديا كلها، وكل البنات بتقول يا رب قدرني واعمل حفلة عيد ميلاد زيها، لأنها كانت حفلة متكلفة. برضو مش أي حد تبقى مصممة أزياء وجوزها الفنان ماجد المصري، يعني لو مش هي اللي تعمل الحفلة دي مين هيعملها يعني؟ مرات ماجد المصري احتفلت بعيد ميلادها من كام ساعة مع صحابها البنات وبس، وما كانش في راجل واحد يقدر يقرب من الترابيزة بتاعتهم، اللي هو حفلة بناتي من الآخر يعني. الحفلة عملتها في الساحل الشمالي في مكان من أماكن السهر، وحجزت ترابيزة مخصوص للحفلة، واحسب بقى في الساحل دي عاملة كام فلوس يعني. رانيا شعللت الحفله في فستانها الاصفر اللي كان مبين جمال ملامحها، بس كان جريء حبتين او ثلاثه، بس هي حره، كل واحد بيلبس اللي يريحه، وبعدين الستايل ده بيعجبها وبيعجب جوزها، فمحدش ليه عندها حاجه. اما بقى بالنسبه للتورته، كانت من اغرب التورت اللي ممكن تشوفها في عيد ميلاد اصلا، لانها ما كانتش عباره عن دور مثلا، لا كانت عباره عن دورين، الدور اللي تحت تورتايه عادي واللي فوقه شنطه من ديور، وحوالين التورته برفيوم براند برضه، اللي هو شكلها مهووسه قوي بالبراندات لدرجه انها بتعمل التورته بالشكل ده. وما اقولكوش بقى على اصحابها واللي عملوا، كل واحده ما كانتش عارفه تعمل ايه ولا ايه عشان تفرحها في عيد ميلادها، اللي ترقص واللي تغني وتصورها واللي تحب فيها، وده يدل على انها فعلا عرفت تختار صحابها كويس ويحبوا لها الخير. فضلت الحفله شغاله للصبح وهم بيرقصوا ويغنوا كانهم ما صدقوا يعبروا عن حبهم لصاحبتهم الجدع رانيا. المفاجأة بقى اللي صدمت الناس كلها إن جوزها الفنان ماجد المصري ما حضرش عيد ميلادها. أيوه ما حضرش، ولا حتى ظهر في صور او فيديوز من اللي نزلتهم على السوشيال ميديا. الجمهور بقى استغرب وقالوا طب هما متخانقين ولا هو مشغول في حاجه تانية؟ بس حتى لو مشغول المفروض يعني يحضر، دي برضه مراته اللي اتجوزها بعد قصه حب كبيره قوي. بس يا جماعه يمكن فعلا ماجد المصري كان مشغول في تصوير مثلا، او الحفله دي كانت عاملاها مع صحابها المقربين، اللي هو يعني حفله بناتي وبس، واكيد برضه هو هيحتفل معاها في حفله خاصه بيهم يعني. عامه ما نعرفش ظروفه ايه، وكل حاجه هتبان مع الوقت. ومن الحاجات برضه اللي عملت جدل كبير بين الناس على السوشيال ميديا هي ان بنت جوزها ماجد ما حضرتش عيد ميلادها، والكل كان متوقع انها تحضر علشان علاقتها برانيا قويه جدا، وهي اللي عملت لها فستان فرحها اصلا ورقصت لها. فبدا الكل يتكلم ويقول لك طب هي يعني كانت حضرت اول كام دقيقه من الحفله ومشيت، كان لازم تحضر، حاجه غريبه جدا انها ما تحضرش. بس ارجع واقول لكم دي ممكن حفله خاصه ليها هي وصحابها المقربين وبس، ما عزمتش حد تاني يعني. ده ابنها حتى يا جماعه ما حضرش برضه، فيعني ما تكبروش الماضي. وفي النهايه بنقول لك يا رانيا كل سنه وانت طيبه وناجحه ومكسره الدنيا بتصميمات. شاركونا برايكم في العيد ميلاد في التعليق.